هات ورقه وعلقها على الحيطه واكتب فيها النصيحه الاولى من مستر سيف الله: لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. انا لازم اعمل بالنصيحه دي. انا مش ضعيف، انا اقوى من الشيطان، انا اقوى من نفسي، انا اقوى من اللي حواليا اللي عاوزيني اقع، انا اقوى من الظروف، انا اقوى من كل حاجه. هلو، انا سيف الله وانت بتتفرج على سلسله كل 6 شهور لغة. النهاردة أول حلقة من الكورس الجديد المصفوع من مستر سيف الله، أو بمعنى أصح كورس النصائح. مش عايز أقول لك إن دوت ممكن يكون أهم كورس ليك على الإطلاق، لأن الإنسان بيجيله أحيانا محطات في حياته، بينزل بييأس بيقع، فمحتاج دايما النصيحة اللي تشده لقدام تاني وترجعه المسار السليم. نصيحة النهاردة هي النصيحة الخالدة، النصيحة اللي قالوها أجيال وهيفضل يقولها أجيال، النصيحة اللي بتقول: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. كلام إنشا؟ لا، هو مش كلام إنشا. النصيحة دي أنا بقولها لك النهاردة في أول حلقة من كورس النصائح، عشان أنا محتاجها منك، عشان إحنا داخلين على حاجة كبيرة. أنت مش بتدرس حاجة عابرة، يعني من الاخر كده انت مش بتحفظ لك بيتين شعر ولا بتكتب لك قصه ولا بتاع، لا، انت بتدرس لغه. فبالتالي الموضوع ليه جوانب متعدده وكتير جدا ومتشعبه. اوعى تفتكر انك انت بعد 6 شهور كده انت خلصت اللغه، لا، انت كده حطيت ايديك على جوانب اللغه، فهمت يعني ايه لغه، بدات تتكلم اللغه، لكن انت ما عرفتش ثقافه اللغه. انت محتاج سنين قدام عشان تفهم ثقافه اللغه، وده مش معناه ان احنا مش هنخش في اللغه اللي بعدها، احنا هنخش في اللغه اللي بعدها عادي خالص. بس أنا محتاج منك إنك أنت تطبق النصيحة دي علشان تقدر تعمل كل حاجة أنا بقولك عليها. النصيحة ديت أنت مش بس هتفيدك في الكورس اللي احنا بناخده مع بعض، لا، النصيحة دي هتفيدك في حياتك العملية، في حياتك الدراسية، في حياتك حتى الأسرية، هتفيدك في كل حاجة. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. أرجوك، أنا مش عارف أقول لك إيه، يعني حاول إنك أنت تحب نفسك شوية. الإنسان ربنا بيديله فرصة في الحياة ان هو يستدرك ما فاته. ممكن انت بقالك كتير بتحاول انك انت تخلص لغة مش عارف، فربنا وقع لك سيف الله قدامك وسخره لك عشان تتابعه وتبدأ انك انت تتحسن شوية في اللغة. استغل بقى الفرصة دي، استغل الكورس دوت وحطه محط اهتمامك الاولي في سلسلة القناة بتاعتي كلها، علشان هيفيدك جدا. عاهد نفسك انك انت تطبق بأي طريقة. هات ورقة وعلقها على الحيطة واكتب فيها النصيحة الأولى من مستر سيف الله: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. أنا لازم أعمل بالنصيحة دي. أنا مش ضعيف، أنا أقوى من الشيطان، أنا أقوى من نفسي، أنا أقوى من اللي حواليا اللي عاوزيني أقع، أنا أقوى من الظروف، أنا أقوى من كل حاجة. علشان كده لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. طب افرض بقى حصل لك ظرف قهري، وكلنا بيحصل لنا ظرف زي دوت، الظرف اللي معاه انا مستحيل اعرف افكر حتى فضلا عن ان انا اذاكر، ساعتها اعمل ايه؟ خلاص، الحاجه بتاعت النهارده تتنفذ بكره، سواء في الكورس بتاعي او في حياتك عموما. ما تبيتش حاجه ابدا اكتر من يومين، هي دي القاعده. تحت اي ظرف لازم يكون عندك مبدأ، لازم يكون عندك مبدأ. اتمنى نلتزم بالنصيحة الأولى، النصيحة الخالدة، أنا هسميها كده، النصيحة الخالدة. هي مش الأعظم، النصيحة الأعظم إن شاء الله ناخدها الحصة اللي جاية أو الحلقة اللي جاية، ناس كبرنا بقى ما ينفعش نقول حصة. فبالتالي نفذ بالله عليك، نفذ، أرجوك نفذ، أرجوك فوق. اوعى تفتكر إن أنت بتعمل حاجة ملهاش أهمية. فيما بعد هعرفك ما مدى أهمية اللغة في حياتك. بجد هديك كده في الكورس دوت حلقة تكلمك عن ما مدى أهمية اللغة في حياتك بكل جوانب الأهمية. أشوفك إن شاء الله في الحلقة الجديدة بعد 10 أيام إن شاء الله، تكون أنت اتعودت على لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. السلام عليكم.